مساء الخير. انقطاع المياه لمدة 3 أيام في التجمع الخامس، في الأحياء تالت ورابع الاستثماريين والنرجس يعني لحد الجامعة الأمريكية وطالع. نص التجمع تقريبا 3 أيام. انتوا بتبنوا مدينة جديدة؟ مش عارفة بصراحة. يعني وهل في انقطاع كهرباء متواصل؟ مفيش مثلا بالليل يجيبوا لنا ساعتين ميه مثلا، ولا يجيبوا لنا مثلا ساعتين؟ إيه مش فاهمه. اه عندنا حقيقي، عندنا كل الخزانات وكل حاجه بتخلص في يوم، في مش 24 ساعه، في اقل من 24 ساعه. وبعدين هنقعد يومين بقى كاملين من غير ميه؟ اللي بيحصل فينا ده، انتوا بتكرهونا مثلا في التجمع الخامس، بتوصلونا مرحله نسيب بيوتنا مثلا، نروح نرجع الساحل مثلا. احنا قفلناه الساحل خلاص، ولا نروح بقى نحب على حماتنا ومامتنا ونروح نقعد عندهم يومين؟ انا بجد مش قادره اصدق. يعني هل انسان عاقل مسؤول بجد والله يدي قرار 3 ايام بانقطاع ميه؟ احنا فين؟ لو بيبنوا مدينه جديده والله كانت هتتبني في اقل من كده. بعدين اقطعوا الميه، اقطعوها بالليل، اقطعوها الصبح وبالليل، يعني العكس، وتجيبوا لنا بالليل. يعني اعملوا حل يرضي جميع الاطراف. زودوا شويه، خلوها 5 ايام انقطاع الصبح وبالليل في ميه. لكن مفيش ميه 3 ايام. احنا فين؟ رجعنا فين يعني بجد؟ احنا عايشين في صحراء، ولا بتكرهونا في بيوتنا نسافر، ولا نروح فين احنا بجد والله؟ يعني بتوع التجمع بقى انسان يعني بجد والله، يعني ارقفوا بحالنا شويه. يعني انتوا شادين علينا قوي. يعني كفايه شارع ال90 واللي احنا فيه. يعني مش عايزه افتح عليكم شارع ال90 بصراحه، كفايه عليكم النهارده قوي. شركه الميه، ارجو اعرف مين المسؤول اللي عمل هذه الكارثه فينا. احنا في ورطه ان احنا ننقطع علينا 3 ايام ميه. متهيألي ده مش كتير، دي كارثه. متهيألي ما حصلتش ابدا في حق حد يعني، الا ناس في الصحراء، ناس مش عايشه في شقق مش ساكنه، لكن ده التجمع كله ساكن. وبيقولوا احنا متاسفين جدا، هنضطر اسفين نقطع عليكم الميه 3 ايام متواصله. يعني انا نفسي افهم قرار مين اللي خده 3 ايام متواصله، يعني بحق مين؟ بس بجد والله يعني. ارجوكوا اعدلوا في قراركم ده. ارجوكوا ادونا ميه بالليل، ادونا ميه الصبح، خلوهم 5 ايام، ظبطوا اموركم. بس مش هنسمح ابدا انقطع الميه 3 ايام. يا اما بقى نروح نعيش في النادي، ولا نروح نسكن في حته نأجر في شقق بقى 3 ايام في حته. والله والله يا ربنا معانا ومع اهل